كسر بنفيكا صمته وأعلن رسميا من خلال بيان موجه إلى لجنة سوق الأوراق المالية في البرتغال أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد أعرب عن رغبته الثابتة في التعاقد مع مدرب النسور الحالي جوزيه مورينيو. وأوضح بنفيكا أن الاتفاق سيتم تنفيذه في حال فوز بيريز في انتخابات رئاسة ريال مدريد المقررة الأحد المقبل، والتي سيخوضها ضد رجل الأعمال الشاب إنريكي ريكيلمي. وسيتعين على النادي المدريدي دفع الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقد المدرب البرتغالي مع بنفيكا 15 مليون يورو، وهي قيمة تعادل الراتب الذي كان سيحصل عليه مورينيو خلال السنة الأخيرة من عقده مع النسور. وكان الحساب الرسمي لحملة بيريز الانتخابية على منصة إكس قد نشر مساء أمس الأربعاء مقطع فيديو يظهر فيه مورينيو مرتديا قميص ريال مدريد ويقول نعم، في إشارة واضحة إلى توصل المدرب البرتغالي لاتفاق مع ناديه السابق. ويستعد ريال مدريد لتغييرات فنية واسعة هذا الصيف بعد موسم خرج منه الفريق بلا أي بطولات محلية أو أوروبية. ضربة جديدة لخطط كارلو أنشيلوتي قبل أقل من أسبوعين على انطلاق كأس العالم. النجم نيمار جونيور لن يسافر مع بعثة البرازيل لخوض الودية الأخيرة أمام مصر يوم السبت المقبل في كليفلاند، ليستمر غيابه عن الاختبار الحاسم قبل المونديال. وأعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في بيان رسمي أن نيمار سيبقى في نيوجيرسي لمواصلة برنامج العلاج الطبيعي بعد تعرضه لإصابة من الدرجة الأولى في ربلة ساقه اليسرى. وأوضح البيان أن بقاء نيمار في الولايات المتحدة سيساهم أيضا في تكثيف برنامج تعافيه البدني بدلا من إرهاقه بالسفر إلى كليفلاند ثم العودة. الغياب لم يكن مفاجئا للجهاز الطبي. الاتحاد البرازيلي كان قد حدد منذ البداية فترة تعاف تتراوح بين أسبوعين و3 أسابيع، ما يعني أن عودة لاعب سانتوس لن تكون قبل الفترة ما بين 11 و18 من يونيو، وبالتالي فإن ودية مصر تخرج تماما من حساباته. نيمار لم يشارك أصلا في تدريبات الثلاثاء الماضي خلال تواجد المنتخب على الأراضي الأمريكية، وهي الفترة التي استغلها أنشيلوتي للإعلان عن تشكيلته لمواجهة مصر مع إجراء عدة تغييرات لتعويض الغيابات. البرازيل ستواجه مصر يوم السبت على ملعب هانتينغتون بانك فيلد في كليفلاند في البروفة الأخيرة قبل ضربة البداية الرسمية في كأس العالم. الظهور الأول للسيليساو سيكون يوم 13 من يونيو أمام المغرب على ملعب نيويورك في نيوجيرسي، وهي المباراة التي يأمل الجهاز الفني أن يكون نيمار جاهزا لها على الأقل على مقاعد البدلاء. لم يعلن نادي برشلونة حتى الآن رحيل لاعبه أنسو فاتي بشكل رسمي إلى صفوف موناكو خلال الميركاتو الصيفي 2026. وكانت بعض التقارير قد أكدت مؤخرا أن موناكو سيفعل خيار شراء فاتي مقابل 11 مليون يورو، وأن الاتفاق مع المهاجم الإسباني قد تم بالفعل. وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو أن برشلونة لا يريد قطع علاقته بأنسو فاتي الذي لعب الموسم الماضي لصالح موناكو على سبيل الإعارة. وأوضحت برشلونة يخشى فقدان السيطرة على فاتي، ولذلك يريد إدراج خيار إعادة الشراء أو الحصول على نسبة من أي بيع مستقبلي لضمان التحكم في مستقبل اللاعب. ويمتلك موناكو مهلة حتى 30 من يونيو شرطة مائلة حزيران الجاري لتفعيل خيار شراء فاتي.